نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم سهلا في هذا الجزء من الحلقة الثالثة حول التراث الأدبي والإنساني للشعب الصحراوي. هذه الحلقات تجمعنا مع الأب العلامة وعالم الفلك الصحراوي مهدي ولد ديحان ولد العريبي. في هذا الفصل نتكلم عن فصل الشتاء، النجوم والمنازل اللي أساسا فصل الشتاء. مرحبا بكم سهلا، مرحبا بكم سهلا. الحمد لله. هذا حق بعد يحتاجوا الشباب ويحتاجوا شبابنا اللي مخلين الأوائل وهكذا. هذا ثاني جزء من ثقافة الشعب الصحراوي في مدار السرطان. هذا ينطبق عليه وتشاهدوا العيان المجردة، ما يحتاج نقاش، ما يحتاج مثلا ولا العلم به والمعرفة، وقد لا يمارس في الميدان حد مثلا على انه ما هو فاهم زين والله كذا، قد لا يشوفه بالعين المجردة باسم المنازل هذا، وتثبت له الحساب هذا، ثبتوا له بالعين المجردة في غياب المنزلة وفي ظهورها ومدة ثلثتها ودرجة حرارتها في هذه المنطقة التي هي. شكرا. تكلموا ذلك عن نجوم فصل الشتاء. لا سول عنه. ايه أول منزلة مثلا؟ أول منزلة هي في الشتاء هي الكليل. الكليل حق بعد. وتقريبا تسمية الكليل هذه ما عندك علم عليه؟ الكليل هذا نجمع عقب الزبنان نجوم طامسة شوي، نجمتين طامسات كيف هكذا، وعاقبهم نجوم خطهم كيف خط الأليف عرض، كيف خط الأليف عرض كيف، ونجوم قديات قباله، ضاويات قباله. يقول لك ضعنا كليل من الظهور، معناها عنه ضوهم ذاك تين قباله، مشتق كليل الظهور. والأول تقول عن خالق الجماعات مزقنات ذيك كلمة الكليل هذه عايدة تنطبق على هذا اللي هو، وعندهم اللي معنى ثاني على انه العقال هذا اللي يديروا على الراس، خاصة نديروا الساعة يتشقش من اللي سميتهم هذه عليه، وقطع نسل فرع مثلا قلنا على انه فرع عليك قص من عرش من الناس مثلا انه جاي قاض وفوق الراجل تم يخلي الاولاد هم اللي جايسين العرش، هم الطفل اللي يتعود ورقه. يعني انه هذا الراجل ما خلت له ما قطع مسلومه، يعني ما خلى ذريه ولا ما خلى ذكور، يخلي البنات، البنات ورق ياك، تلك ما خلى من شيء ذكور ولا قاعد ما خلى حد. هذا يقول له كليل وفعرش فم، العرش فم مات له خالد قطع. وهذا اللي على العقال هذا اللي في قطر وضحوا لي اخباره شنو؟ هذا ما قد شفتوا في السعوديه هذه. هذاك ماني عارف معناتها قبال بالضبط، غير شفت بعض التفسيرات الكليل هذه يطبقوه عليه. مثلا على انه تعرف على انه ذاك العرش مدلي كذا قال هو الزقنن كمل ما احرق وفهم حق بعد. هذا هو اللي يوصفهم به. الكليل هذا ما يطلق على شيء من النباتات. ما قطعته. أنا عنه لا هذا هو. لا معنى عنه هو نهاية مثل هو بداية، هو اللي يعود بداية الشتاء ونهاية الخريف. نهايته الخريف قاعد منه 3 أيام. هي نهاية الخريف قاعد منه 3 أيام. وهم يبدأ الشتاء.
لا كيف مثل النجوم تاعو. وهو هما اللي يبدا يوم 10 في هذا في الشتاء، ولا حاكم منه 10 ايام. حاكم منه الشتاء 10 ايام. باش يدخل الشتاء يقعد منه 10 ايام. حق بعد نهاره هو منين يفوتوا 3 ايام، نهاره الرابع يدخل الشتاء. نهاره ولا يفوت 13 يوم. 3 ايام منه خريف و10 ايام منه الشتاء. واللي تابعهم القلب. اللي تابعوا القلب. حق بعد. والقلب هذا ما اللي نجم. حق. عاقب الكليل. شكل قلب والله. خالية نجمة ضاوية. عاقب الكليل. يقوموا نجمتين والله ثلاثة، واحدة من صغيرة قاعدة ماشيات عن الكليل. ويخلق القلب نجمة حمراء وصفرة شوي كبيرة. وقوم من عند الجماعة قاضات قياسات الشولة. ومعناها عنه انت قطشت عقرب. قط قتلتها. قطشت نقطة صفرة في قرقوحها مقد قلبها. شامة متربعة. ها؟ ايه شامة متربعة عند قبال قد قلبها. قد قلبها. وهي ينقال لها برج العقرب. تصوير في السماء تصوير عقرب يغير فيها نجوم. الكليل هذا ايديه العقرب، والقلب قشوش. وفهم قامت قايسه الشوله اللي قصيبه عقرب مولي علاقهم فرصه 200 صغيرات. تصوير عقرب، وهي فيها منزلتين، والثالثه هي اللي ينطلق عليها تتصل معها. الثالثه هي قصيبتها هي نواجت مثلا. هي غير الثالثه من النجوم به عايده عوجه كيفاك يقولها القوس اللي تعود برج وحدها. برج العقرب وافي عند جماعتها وقاموا قاضت من عند الشامه هذيك، من عند القلب. قياسات الكليل، قياسات الزبنان هذوليك قالوا العقرب. وفيه ذو المنازل ذوهم. إذا عنه منين يلحقوا بلد نواشة العقرب هذه، إذا هذيك كيف اسمه عندها رئيسك في صرصة كتم ما فيها شوي كاسي كيف سنتين ما حتى وانا جمعتين كبرت كيف عند راسه ولا عند راس نواشة العقرب. وعوجه هذاك يقول لها القوس. عاد برج القوس مع عواج النعايم حتى هو 9 نجوم، وعلى فارقات بصراحة كتبت حتى هو اللي بغيت تقول عنه ذاك المعدل. وهذا برج القوس يقولوا له. عنه القلب بعد الشولة. حق الشولة هي نواشة عقرب. وفم النعايم. وفم النعايم. حق النعايم 9 نجوم. فرس. وفم البلدة. والله البلدة هي. قال البلدة بالرفع. مرفوعة. حق. البلدة وفم النعايم بعض هذا يجي سعد الذابح. حق بعد. فم سعد بولع. حق. هم تقريبا نجوم الشتاء. هذا نجوم الشتاء. وأهمية نجوم الشتاء مثلا أهمية معرفتهم والله دورهم تقدر تتحدى. معرفتهم ذلك في المناخ. في المناخ. التفاضل مع درجة حرارة البرودة. البرودة ذلك إذا بغيت تقول عنها، إذا بغيت تقول عن تطلع برودة من الأرض مع هواء السماء هذه شديدة، وهما فيها ما هم واحد. يدخل فيهم 40 يوم يدخل فيهم يقولوا من الليالي هي 91 ليلة 91 25 سابق الليالي و25 عاقبهم 26 سابقهم و25 عاقبهم. وهذا من ساعة اللي يدخلوا الليالي
ينقسموا إلى قسمتين، يقول لهم جزء منهم يقولوا الليالي البيض، وجزء منهم يقولوا له الليالي الكحل، ويقولوا عند درجة حرارة الليالي الكحل 200 أقوال على البشر. وذلك منين توي تعرف هذا ماذا عنك؟ منين يعودوا الليالي الكحل تقبض تكسر الغطاء الفوق وتقلل الفراش، ما تنجم من السمر، لا بد السمر يطلع كراعيك والله تحس به، تغلظ الفراش قباله وترقق وتقلل الغطاء تصبح ما حسيت به. هي في هذه التجربة ذي كيف. على خاصة الرجاج مثلا يمتن فراشه. يمتن يقلظ الفراش قباله لأن جهد السمر يطلع من الأرض. يطلع من الأرض. شكرا لك الله. هذاك في الليالي. هذا موضوع الليالي، موضوع الشتاء، هذا جابوا موضوع الشتاء. الليالي هو ينتهي يظهر. ها؟ تقريبا الموسم في الشتاء يظهر فيه الليالي. هنا نقول لك لا حساب عمر بن الخطاب، غير بغيت انت تطلع الثاني تدور 13 يوم توف. الليالي يدخلوا في حساب عمر بن الخطاب يوم ليلة 12 في الشهر 12. 12 شهر 12 ويالتهم يعودوا يوم 25 في شهر 12 الميلادي. نفس النهار. لأن ما يقد حد يدخل ذلك موسم ويقول لك إذا فات 13 يوم راهو الليلة هي يدخل، ما يصح اللي يزيد في العام 13 يوم ما يخالف. معناها بحسبة عمر هم يدخلوا من 12 ل 12. حق بعد. والحسبة الميلادية اللي يزيدها 13. يجي يوم 25. يجي يوم 25. حق بعد. هم هذا كل اللي الكحل والله شنو؟ الكحل ما تجي الأولاد. الأولاد. حق بعد. وش تابعوا من الليالي الثانيات؟ تابعوا من الليالي البيض على رأس الناير بحساب عمر بن الخطاب. الليالي البيض هذا مثلا الشطرة فيهم شنو مؤثراته؟ الليالي البيض يقول لك عنه